مرحبا بكم الأستاذ إبراهيم مهتدي، مؤسس جمعية أفريكا سبور المتعددة الفروع للرياضات بإقليم خميسات. إبراهيم مهتدي الفاعل الرياضي والمستشار الجماعي بمؤسسة المجلس البلدي لمدينة الخميسات. السيد إبراهيم مهتدي طفى على السطح خلال الآونة الأخيرة أو خلال السنوات الأخيرة موضوع المناظرة الملكية لتأهيل الرياضة، وهي المناظرة التي عرفت تلاوة رسالة ملكية تضمنت تشخيصا واقعيا ودقيقا لأهم إشكالات قطاع الرياضة بالمغرب. أنتم كمؤسسة رياضية ناشطة في المجال، كيف تلقيتم هذه الرسالة وكيف تفاعلتم مع مضامينها؟ وهل لكم أن تكشفوا لنا أهم ما تضمنته هذه الرسالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ حسن، ومن خلالك الشكر خاص لطاقم جريدة ماروك أنباء على هذه الاستضافة وعلى إثارة هذا الموضوع يعني الحساس والشيق اللي هو موضوع ديال الرياضة. بصراحة كما كتعرف بأن جمعية أفريكا سبور جمعية رياضية متعددة الرياضات، واللي تأسست 1997. الجمعية اللي تأسست آنذاك بتأسيس فرع ديال التايكواندو، ثم من بعد فرع فول كونتاكت كيك بوكسينغ. من بعد سنة يعني في 1999 تم تأسيس فرع كرة القدم المصغرة وفرع ألعاب القوى للسوء الإخوان في سنة 2000، وإضافة إلى نادي أفريكا سبور لكرة القدم في القسم الشرفي. إذا هذه مجموعة ديال الفروع الرياضية اللي حاولت الجمعية والفروع ديالها باش تغني الساحة الرياضية ديال مدينة خميسات. المسيرة ديالنا حافلة بمجموعة ديال الإنجازات، مجموعة ديال المشاكل والعراقيل، عندنا مجموعة ديال الطموحات. الرسالة الملكية بصراحة جات في الوقت ديالها وحاولت تشخص لنا الواقع اللي كتعيشه الرياضة. بصراحة الرسالة الملكية جات واضحة وجا فيها يعني جميع الجزئيات اللي كتقيس الرياضة ديالنا والإخفاقات ديالها، وجات باقتراحات وحلول. وكانت عندنا أمل كبير كجمعية رياضية وكمسيرين آنذاك فاش تمت يعني التلاوة ديال هذه الرسالة الملكية والظهور ديالها، بحيث أنها اعتبرناها وكتعتبر كاستراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة، وقلنا هذا هو يعني المفتاح ديال إخراج الرياضة الوطنية من هذا النفق المسدود اللي عمرت فيه المعاناة والرياضيين والمسيرين لواحد العقود. وقلنا كفى، يعني جات الوقت المناسب وعندنا صاحب الجلاله في الرسالة الملكية باش تكون واحد النظرة للقطاع الرياضي بصفة عامة. ولكن للأسف يعني نقدر نقول لك الامل ديالنا ما تحققش من طرف باش تفعل هذيك الرساله الملكيه. المسؤولين ما استوعبوش هذيك المضامين ديال الرساله الملكيه. اقولها بكل صدق ان ما كاينش مسؤولين تفاعلوا مع الرياضه مع الرساله الملكيه. قلتي انا كمستشار جماعي، مازال الجماعات المنتخبه ما تفاعلش مع الرساله الملكيه، مازال الدور ديالها مقتصر على واحد الجزء بسيط في الرياضه وفي التنميه الرياضيه. ما خدوهاش كشراكه فعليه مع الاحياء مع الشباب مع يعني كاين واحد الرؤيه ضيقه في المجالس المنتخبه والمؤسسات للرياضه، ومن خلال كذلك تفعيل الرساله الملكيه. فهنا يعني خصنا نقولوا اليوم خصنا ندقوا ناقوس الخطر مره اخرى، لانه خصنا واحد القراءه حقيقيه في الرساله الملكيه، ونقولوا كفى ونخرجوا نفعلوا في الرياضه. لان المشكل دابا اللي واقع هو ان كل مؤسسه كتحاول تخدم بمعزل عن الاخرى في اطار المجهودات ديالها البسيطه. ما كاينش واحد التنسيق واحد التكامل باش تبان النتيجه. الرساله الملكيه جات واضحه، قالت يجب على المؤسسات المنتخبه والشباب والرياضه والمؤسسات الرياضيه والشركات الهادفه الربح، يعني هادو كلهم والحكومه كلهم غادي ينصاروا في واحد المجلس ولا في واحد المؤسسه كبيره اللي تعطي واحد رؤيه شامله للرياضه.
اذا مازال معاناه ديال الرياضه، مازال معاناه ديال الرياضيين، مازال معاناه ديال الجمعيات، مازال معاناه ديال الحكام ديال الابطال. يعني مازال غاديين انا اللي عقلت يعني سواء كانت المناظره ولا ما كانش الرساله الملكيه، راه مازال هي راه ما كاينش شي حاجه تزاد من الرساله الملكيه دابا. اللهم بعد شي حويجات يعني اللي هي تتبقى محدوده من طرف بعض الجامعات، في اضافه بعض المنشات الرياضيه نقدر نقول الكبرى. كاين بعض الجامعات فعلا اللي مشات في اطار ديال دوك الملاعب القرب وكذا، ولكن مازال ما شاركوش المجتمع المدني بواحد الشكل قوي، باش لانه هو الركيزه ديال الرياضه. لان ما يمكنش واحد المسؤولين ولا واحد المؤسسه غادي تلعب الدور ديال الجمعيات، راه ما يمكنش. لان جمعيات تخصص، جمعيات رياضيه كما تنقول حنا اليوم افريكا سبور عندنا 5 ديال الفروع رياضيه. يعني كل فرع رياضي القائم بالذات ديالو بالاطر ديالو التقنيه، بالاطر ديالو الاداريه، بالاعضاء، يعني باش كنواكبوا المسار ديال ديك الرياضه. أنتم الأستاذ إبراهيم معتدي، جاء في معرض حديثكم أن الجهات المسؤولة أو المؤسسات المنتخبة لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع مضامين الرسالة الملكية. أنتم كمؤسسة أفريكا سبور كيف تفاعلتم مع هذا الحدث؟ في الرساله الملكيه بصراحه خديناها كواحد رساله، لان هي رساله فعلا اللي ما كتقيسش المسؤولين، كتقيس المواطن المغربي. فالرساله الملكيه جات واضحه وقالت على اساس انه كل واحد خصو يتحمل مسؤوليته، وما خصش هذوك الانتهازيين اللي كيتنفعوا على الرياضه، كيتنفعوا من الرياضه، يبقى مستمرين في الغي ديالهم وفي ذاك النهب ديالهم الرياضه. راه مازالين مجموعه ديال الخطاعات. على اي كما قلت حنا حملناها من الجانب اللي كنحسوا به كمغاربه وكرياضيين وكمسؤولين وكوطنيين، والاعضاء اللي معانا مشكورين من المدربين اللي كيضحيو تضحيه. مازال كنعيشوا حنا في واحد المجال ديال في واحد المستوى ديال التضحيه، يعني باش كيهبطوا المدربين ديالنا الاحياء ويديروا التنقيب ويديروا واحد الدعم بسيط، لان ما كنتلقاوش شي دعم اللي هو صحيح. وخصوصا نهضر لك على انا بغيت نهضر اليوم نفصل الفروع الرياضيه، لان كاين فرع واحد اللي جوج الفروع اللي كيستافدوا رياضيين هي العاب القوى وكره القدم. كيستافد واحد النسبه يعني كافريكا سبور من الاستاذ الجبالي بواحد الدعم اللي هو بسيط وهزيل مقارنه مع هذا الشيء غادي نجيو ليه بالتفصيل. ولكن بالنسبه للتايكواندو ولا فوق كونتاكت ما كيستافدوا حتى شي حاجه من اي مؤسسه رغم انها كتخدم من الفات. فكما قلت حنا الرساله الملكيه فهمنا الدور اللي خصنا نلعبوه كرياضيين، انا كممارس سابق وكرياضي كمدرب ومؤطر وكمسؤول. فهمنا الرساله الحمد لله كاعضاء كاداريين كاطر، باش غادي نحاولوا هبطنا للواقع كنتعاملوا مع الرياضيين في المستوى البسيط ديالهم، وكنديروا مجهود. الاطر الرياضيه ديالنا كدير مجهود صباح مساء باش كنحاولوا الحمد لله عندنا نتائج اللي شرفت الرياضه المحليه والوطنيه. عندنا بطله على سبيل المثال في العاب القوى اللي مشات لبطوله العالم بالصين، وما ادراك ما بطوله العالم، بنت مدينه الخميسات، بنت احفور المعطي فركوسي كوثر في الشابات، واللي حققت نتيجه جد جيده. والحمد لله الان راها في المدرسه الوطنيه للالعاب القوى اللي كنتمناو باش تزيد في المسار ديالها. هذا نموذج. اذا حنا الرساله الملكيه فهمناها، غادي على حسب الامكانيات المتواضعه اللي عندنا، على حسب ذاك الدعم البسيط اللي كتلقاوه الفروع الرياضيه. وهذا العام راه يعني خلينا نقول لك ما توصلنا بالتشريع لا في كره القدم ولا حتى حاجه، هذا مازال غادي موضوع اخر. اذا كما قلت حنا الحمد لله فهمنا الرساله الملكيه من الجانب ديالنا، ولكن راه كما قلت لك اليد الواحده لا تصفق. راه الرساله الملكيه جات شامله لجميع المؤسسات وجميع الافراد وجميع باش كل يتحمل المسؤوليه ديالو. وهذا هو المطلوب اللي كنطلبوه، بانه ضروره تفعيل مضامين الرساله الملكيه بشكل واضح ومسؤول. الأستاذ إبراهيم معتدي، باعتبار أننا اليوم نجري معكم الحلقة الأولى والتي ستعرف بعد قليل انطلاقة حصة تدريبية في رياضة التايكواندو الذي يبقى فرعا من فروع مؤسسة أفريكا سبور المتعددة الرياضات، ما هي أهم مشاكل التايكواندو التي تعانيها مؤسسة أفريكا سبور؟ فبصراحة أفريكا سبور كما قلت أول فرع رياضي تأسس جمعية أفريكا سبور هو فرع رياضة التايكواندو، اللي أنا كنشرف الإدارة التقنية ديالو. المدير التقني المدرب معتدي إبراهيم، يعني نقول لك الحمد لله حزام أسود درجة خامسة في التايكواندو حكم وطني. فالحمد لله يعني البداية ديالنا في 97
وزيد 98 وحنا زايدين. الحمد لله نظمنا تظاهرات على المستوى الوطني هنا بمدينة الخميسات. عندنا أبطال اللي على المستوى الوطني. الجمعية في المسار ديالها خلال 17 سنة ديال التسيير وديال التكوين عندنا 24 اللي حصلوا على الحزام الأسود الدرجة الأولى وثانية وما فوق. عندنا حكام اللي تخرجوا من جمعية أفريكا سبور، حكام وطنيين. عندنا مجموعة ديال الحمد لله ديال الممارسين اللي بداو مع الجمعية وحصلوا على الأحزمة السوداء ديالهم وحصلوا على التدريب الوطني ديالهم ولاو مدربين مؤهلين اللي كيشتغلوا في مدن أخرى، واللي مشاو كاين اللي مشى هاجر البلاد المهجر. الحمد لله عندنا واحد المجموعة ديال الطاقات الرياضية اللي تكونت في مجال الرياضة ديال التايكواندو، واللي عطات الحمد لله واحد الصورة مشرفة للرياضة ديال التايكواندو في خميسات. ولكن تتبقى بصراحة ما كتلقاش داك الطموح اللي عندنا، لأنه الرياضة كلها إمكانيات. والممارس ديال التايكواندو بصراحة راه واحد الممارس اللي هو بسيط وضعيف، وبالخصوص في مدينة خميسات، لأن كيجيك واحد الشاب وواحد التلميذ اللي كتشوف لا حول له ولا قوة، حتى ديك الواجب الشهري ديال 50 درهم 60 درهم في الشهر بالله ما قادر يعطيها. إذا كاين إكراهات. واش انت كمدرب وكجمعيه غادي تقدر توقفوا؟ كاين ممارسين اللي ربينا عليهم الولف، كيجي العام الاول كينضبط معاك تيخلص لك الواجب الشهري ديالك ديك المساهمه ديال 50 درهم 50 درهم في الشهر حتى 60 درهم، كاين بعض العناصر 60 درهم. اذا كتبقى مواكب معاه. من بعد كتوصل للمشاركات تيقول لك انا راه باش غادي يمشي للبطوله الوطنيه ويشارك في الرباط ولا في قنيطره ولا في الدار البيضاء ولا كتجي بطولات، يعني كنديروا دوريات ولكن كيوصل لواحد المستوى خصو يشارك، تيخصو امكانيات، تيخصو باش يمشي 3 ايام ولا 4 ايام، تيخصو لي بروتيج، خصو مجموعه د الحوايج، خلي التغذيه، خلي الامور الاخرى. كناقشوا على المستوى يعني غير التجهيزات الرياضيه والتنقل. اذا تتبقى انت مكره، تيكون عندنا عناصر في مستوى ولكن في اللحظه الاخيره تيقدر في داك الشهر الاخر حيت يشوف امكانياته وكذا تيقدر، ولكن كنبذلوا مجهود ما كنحرموا حتى شي واحد، وكاين تضامن ديال بعض الحمد لله الاخوان ديال الاعضاء اللي على الاقل كيمشيو يشاركوا. وكما قلنا كنشاركوا في مجموعه ديال الاكراهات. التايكواندو بصراحه في مدينه الخميسات نقدر نقول لك وصل القمه ديالو الوطنيه وحتى الدوليه، لان عندنا بطلات وابطال من جمعيات صديقه اللي مشاو لبطولات العالم وشرفوا مدينه الخميسات في الرياضه ديال التايكواندو. عندنا ابطال في الجمعيه ديالنا افريكا سبور، يعني رياضه التايكواندو في خميسات قايله الكلمه ديالها لا على مستوى الممارسين وعلى مستوى المدربين. الحمد لله عندنا مدربين في المستوى. عندنا حكام دوليين واخرهم الاستاذ رشيد النافع اللي الحمد لله مؤخرا الدوره الدوليه اللي دازها بتفوق وحصل على الحزام على الشاره الدوليه في التحكيم الدولي. عندنا ابطال كبار في العروض وفي التحكيم، ونهضروا على البطل عقا مصطفى اللي عنده رقم قياسي في التقصير. عندنا مجموعه ديال الابطال، مجموعه ديال البطلات. التايكواندو ما غاديش نعزو التايكواندو ديال مدينه الخميسات على التايكواندو الوطني، فالتايكواندو الوطني كيعيش واحد المشاكل اللي هي كبيره وكبيره بزاف، لان الرياضه الوطنيه ربما نقول لك التايكواندو الرياضه الشعبيه الثانيه في المغرب بعد كره القدم. يعني عدد الجمعيات اللي واصل في المغرب ازيد من 900 جمعيه اللي كنا حضرنا في الجمع العام انذاك، في الجمع العام اللي قبل الاخير بعد ما تجي اللجنه المؤقته في عهد المجرى. اذا هنا فاش نقولوا 900 جمعيه راه 900 اطار، راه 900 ماشي 900 كل جمعيه فيها جوج ثلاثه الاطور. عندنا يعني واحد الكم هائل ديال الممارسين ديال المنخرطين ديال التايكواندو، ازيد من 40,000 منخرط. يعني رياضه شعبيه واللي كتواجد في الاحياء الشعبيه. كنشوفوا الخميسات عندنا تقريبا 15 جمعيه رياضيه اللي متواجده في جميع الاحياء الضعيفه. اذا داك الممارس ديال التايكواندو اول كيجيك داك الانسان اللي هو ضعيف، كيجيو حتى ناس اللي، ولكن كتبقى رياضه شعبيه، الرياضه اللي كتعاني كما قلت على المستوى المحلي، كتعاني على المستوى الوطني، لانه الجامعه مازال ما لقاتش بصراحه، ما سطرت واحد استراتيجيه واضحه للرياضه مازال، رغم ان عشنا واحد الفراغ، عشنا واحد الصراعات، عشنا واحد المراره في التايكواندو على المستوى الوطني. تصور الجامعه اللي كتعيش واحد العامين ديال الفراغ بلا رئيس جامعه بلا مكتب جامعي، من بعد كتجي لجنه مؤقته اللي كتعاود تسير واحد 8 شهور. مؤخرا يعني السنه الماضيه عاد
تهيكل واحد المكتب جامعي جديد برئاسة السي إدريس الهلالي الرئيس السابق اللي كان دوز واحد المرحلة، واللي بصراحة كانت واحد المرحلة كانت فيها إنجازات، كانت فيها بعض النواقص. اليوم عشنا واحد مرحلة فراغ في عهد من عهد المنجرة لهنا. التايكواندو عرف واحد التحول على المستوى الدولي، على مستوى التحكيم. مازال حنا في المغرب ان التايكواندو تطور، ما بقاش داك التايكواندو التقليدي اللي هو المدرب مع التلميذ بالامكانيات البسيطه غادي يقدر يحقق شي حوايج. لا التايكواندو ولا الرياضه اللي كتعتمد على الماده، لان كنشوفوا غير الامكانيات ديال الواقيات اللي كيلبسوا التلاميذ اولا الواقي الالكتروني، ولا مفروض على التلميذ تولي عنده هذيك التقشيره اللي تنقولوا ليه باش غادي يلعب كتوا 600 درهم باش غادي يوفرها كل ممارس، راه صعيب. البروتيج الكترونيك خصو يولفو الدري، الممارس خصو يلعب به. حنا كنلعبوا بالبروتيج دابا عاديين، البروتيج الكترونيك راه كيدير 6 المليون 5 المليون. حنا في خميسات ما عندناش مثلا في المغرب براس، المغرب كامل يلاه عند ديال الجامعه، مازال العصاب ما عندهمش هاد الامكانيات التقنيه اللي تطورات للمستوى ديالهم، ورغم ذلك كاين نتائج. لانه الحمد لله كاين واحد التنسيق مع الجمعيات على المستوى الوطني، كاين تواصل، كاين احتكاك، كنقوموا بلقاءات مع جمعيات محليه وجهويه ووطنيه اللي كنخليو دائما الممارس كيحاول يطور المستوى ديالو وكيعطي الحمد لله النتيجه اللي كنطمحوا لها جميعا. الأستاذ إبراهيم موتادي، ما هي رسالتكم للجهات المسؤولة؟ الرساله ديالنا بصراحه ما يخص الرياضه بصفه عامه خصها واحد الوقفه، كما قلنا خصها التفعيل ديال الرساله الملكيه اللي جات في المبادره الوطنيه على مستوى التايكواندو. وهادشي مازال نرجعوا ليه. على مستوى التايكواندو بصراحه الجامعه وتنقولها من هذا المنبر هذا بانه خص يكون واحد تشارك قوي مع العصاب، لانه الجامعه راه ميمكنش دير كلشي. كاين العصاب وكاين جمعيات وانديه وكاين مدربين وكاين حكام وكاين ممارسين، راه هذه هي السلسله ديال الرياضه. في اي رياضه راه ديما القاعده، الا ما تبعناش واحترمنا القاعده وعطينا كل واحد الحق ديالو راه ما غاديش نوصلوا. الجامعه ما يمكنش دير الدور ديال العصاب، خص الجامعه اليوم دير البرنامج الوطني وينوضوا العصاب يديروا البرامج ديال العصاب اللي كتوازي البرنامج ديال الجامعه، وبدورنا كجمعيات كنديروا برنامج بناء على ديال العصبه والجامعه. حنا هاد التراتبيه لحد الان في الجامعه ديال التايكوندو ما كايناش. كاين العصاب كتنشط، كاين دايره برنامج، كاين ما كتحترموش، كاين كذا، كاين اللي ما عندناش كاع برنامج. على سبيل المثال برنامج ديال عصبه الشمال الغربي حنا اللي عندنا في واحد الفراغ عندنا عصبه بصراحه نقولها بالاسم، ويسمح لي السيد الرئيس والاخوان الاعضاء لان ما كاينش واحد التنسيق، ما كاينش بطوله، ما عندناش برنامج سنوي. كنتصل برنامج يعني تقريبا موسمي كذا عشوائي. اليوم كاين يعني كاين واحد الارتجاليه. خاص الجامعه دير واحد استراتيجيه واضحه بشراكه مع الجمعيات، بشراكه مع العصاب، ونقولوا شنو بغينا هذا العام، وتكون عندنا واحد المراحل في جميع الرياضات. خص المسؤولين يجلسوا، خص كل قطاع رياضي يجلس ويشوف شنو هي النواقص اللي عنده، فين كاين المشكل في الانديه في الجمعيات في الممارسين، ونشخصوا الواقع ديال كل رياضه، ويكون هذاك اللمه ديال المسؤولين من جميع الفئات ومن جميع اللجان التقنيه، لجان التحكيم الى اخره، باش نحاولوا دائما نحطوا الهدف ديالنا والاستراتيجيه ديال الرياضه. ورياضه ديال التايكواندو ورياضه الالعاب القوى ورياضه ديال كره القدم والدراجات ومجموعه الرياضات، هذه هي الاستراتيجيه الوطنيه اللي تبلور في الواقع شنو كل رياضه شنو خصنا نتعاملوا معها. شكرا لكم الأستاذ إبراهيم موتادي على تلبيتكم الدعوة.